دي والفيسبوك وقنوات التلفزيون المهوله اللي موجوده في التلفزيون، زي ما عملت انفتاح وفكر، زي ما افقدت الاولاد حاجه مهمه جدا 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 موجوده عندنا واحنا مش شايفينها. منطقه الامان او الكومفورت زون. انا وانت نروح الصبح المدرسه مع بعض، احنا كلنا شفنا سلاحف النينجا، كلنا شفنا نفس حلقه سلاحف النينجا. ما حدش اتفرج على حاجه ثانيه، هي نفس الحلقه. فكلنا رايحين بنتعامل بنفس الكونسبت، احنا اتفرجنا على سلاحف النينجا. فده مديني امان، انا زيك وانت زيي وكلنا زي بعض. دلوقتي بلد راح ده اتفرج على مش عارف مسلسل ايه، وده اتفرج على مش عارف مسلسل ايه، وده لعب مش عارف لعبه ايه على الموبايل، وده لعب لعبه مش عارف ايه على الكمبيوتر. مفيش تقريبا يكاد يكون مفيش اثنين زي بعض في الفصل كله. فده يعمل ايه؟ فقد الامان، انا لوحدي. انا بعمل حاجه لوحدي. مفيش عزوه حواليا زي ما بيقولوا. احنا كنا عزوه. احنا كنا داخليا عزوه. عشان كده دايما لما يجي حد يقول لي هو انتوا ليه عاملين دوشه علينا والتربيه الايجابيه والكلام الفاضي اللي انتوا بتعملوه ده؟ ما احنا اتربينا وزي الفل وطالعين زي الفل. ما نربي ولادنا زي ما اتربينا، احنا كلنا اتربينا وطالعين اهو كويسين، واللي طلع مهندس واللي طلع دكتور واللي طلع محامي واللي كلنا زي الفل. طب ليه بقى الدوشه اللي انتوا عاملينها كده؟ خد بالك هنا بيعمل ولغات حب وكلام فاضي، وابونا وامهاتك عارفين يعني لغات حب وكلام فاهمين الكلام ده، وربنا هو احسن حاجه. صح؟ ده صح. لو اتعاملت مع اولادك النهارده زي ما باباك ومامتك اتعاملوا معاك زمان، هتخسر اولادك الاول. سيدنا علي ليه جمله حلوه في الحته دي، يقول لك ربوا اولادكم غير ما تربيتم فانهم خلقوا لزمانا غير زمانكم. هو بيتعامل مع حاجات انت ما بتتعاملش معاها ولا شفتها. واحنا لما كنا مسكنا نوكيا 3310 يا ده كان متطور. بالفعل النهارده اقل طفل غالبيتهم معاهم موبايلات في ايديهم وسمارت فونز ومعاها نت ومعاها كل الكلام ده. فانفتاح وعدم امان. والاثنين عكس بعض. اللي بيبقى معاه الدنيا كلها تحت ايده بس هو مش حاسس بالامان، الموضوع ده كارثه داخليه.